الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيه في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة نتكلم عن أسعار الدولار قدام الجنيه المصري في نص تعاملات اليوم الأربعاء، ونشوف مع بعض آخر تحديثات البنوك المركزية. يلا بينا نبدأ. سعر الدولار استقر في نص التعاملات النهاردة قدام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل 48 جنيه للشراء و47 جنيه و93 قرش للبيع. أما في باقي البنوك فسجل الدولار في البنك المركزي المصري 48 جنيه للشراء و48 جنيه و18 قرش للبيع. أما في بنك مصر سجل الدولار 48 جنيه للشراء و48 جنيه و17 قرش للبيع. أما في بنك القاهرة سجل الدولار 48 جنيه للشراء بيع 18 جنيه بيع 48 جنيه و18 قرش. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 48 جنيه للشراء 48 جنيه و18 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 48 جنيه للشراء و48 جنيه و18 قرش للبيع. يعني بشكل عام الأسعار شبه ثابتة ومفيش اختلاف كبير بين البنوك. دي كانت آخر أسعار الدولار النهاردة في البنوك المصرية. متنساش تسيب لنا رأيك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد أول بأول. أشوفكم على خير. سلام.